السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي. معاكم رشا الاسيوطي، ولو دي اول مره تشوفيني حابه اقولك من قلبي نورت القناه. يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفات البسيطه وروتين اليومي. بصي بقى يا ست الكل، لو زهقت من البانيه اللي القشره بتاعته بتفك منك او بيطلع مش مقرمش يبقى الفيديو ده ليكي. النهارده جايبالك وصفه من ألذ واسهل الوصفات اللي بتحبها كل البيوت، وخصوصا مع دخول المدارس والدنيا الزحمه. وصفه البانيه المقرمش اللي طري من جوه ومقرمش من بره، وكمان سهل وسريع التحضير. تابع معايا. هنجيب بولة نحط فيها كمية البانيه اللي عندي، وجبت بصلاية فبشرتها، وبعد كده هاخد المية بس بتاعت البصل، والبصل اللي احنا بشرناه مش هيحصل له اي حاجة. احطه في كيس في الفريزر واحفظه. ممكن استخدمه في كفتة او استخدمه في اي حاجة تاني على اللحمة، شوربة اللحمة، شوربة فراخ احط عليه، يعني مش هيخسر معايا اي حاجة. انا هنا بعد ما بشرت البصل هبدا اعصر البصل تماما بحيث انزل كل السوائل اللي في البصل اللي هي ميه البصل، وهبدا انزل عليهم البهارات. احط معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من الملح وربع معلقه من مرقه الدجاج. لو انت حابه تضيفيها تمام، مش حابه ممكن تستغنى عنها تماما، بس انا بحب اضيفها عشان بتدي معايا تست في الطعم في البانيه. وبقيه المرقه هحطها في صلصه المكرونه. دي طريقة البانيه. بعد كده هغلفهم بكيس احطها في التلاجة نص ساعة ساعة على حسب انت ايه الوقت بتاعك. لو انت عايزة تشتغلي فيها على طول مفيش مشكلة، عادي اشتغلي فيها، بس انا بفضل احط اي حاجة يعني في التلاجة، اتبلها احطها في التلاجة عشان تشرب طعم اللحمة من التتبيلة اللي انا عاملاها. طب انا هنا نزلت بالمكرونة بحطها زي ما هي صاحية، وبعد كده مع السلق هي هتلاقيها نزلت معاكي في الحلة، يعني مش لازم تكسريها وتضيفيها في الحلة. وهنا بدأت اصفي المكرونة، وبعد كده هبدأ اعمل الصلصة. انت طب مش حابة تعملي مكرونة، ممكن تعملي اي حاجة تحبيها للاولاد. عندك مكرونة مثلا نوع تاني عندك، ممكن رز. شوف الحاجة اللي بتحبيها ممكن تعمليها مع شوية طحينة على شوية بطاطس، برضو يبقى معاكي الدنيا ايه ماشية اليوم. انا هنا عملت الصلصة بتاعت المكرونة. جبت حلة حطيت فيها صلصة المكرونة وصفيتها، وبعد كده حطيت معلقتين من صلصة الطماطم، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الفلفل، وكملت المرقة والملح. طب لو انت ما عندكيش بابريكا عادي ممكن تستغنى عنها وتحطي صلصة طماطم. لو عندكيش صلصة طماطم حطي بابريكا. تمام. انا هنا بعد كده طلعت البانيه من التلاجة، رحت حاطه. انا بتبل البانيه بفيجيتار فقط، ما بحطش اي حاجة تاني، فيجيتار وبيطلع معايا زي العسل. وبعد كده بكسر بضايه، وبعد كده احط عليها ملح وفلفل، وببدأ بالفيجيتار على قد ما اقدر ادوس على قطعة البانيه بحيث ان الفيجيتار معايا الكفر يتماسك معايا في الفيجيتار، ما يفكش معايا في الزيت. وبعد ما اغلف كل الكميه اللي عندي هبدأ بعد كده انزله في طاسه تيفال او اي طاسه عندك، بتحطي فيه زيت وتبدأ تحمري على حسب الطاسه كميه، ممكن تنزلي بقطعه قطعه قطعتين على حسب الطاسه اللي عندك. طب انا هنا لو انتوا شايفين انا جايبه هنا حله وحاطه فيها مصفايه. طب ليه انا بعمل الخطوه دي؟ عشان خاطر عندي البانيه مشربش من الزيت ويبقى مقرمش من بره وطري من جوه. الحركه دي بتخلي معاكي البانيه مقرمش من بره وطري من جوه، ما يكونش شارب اي زيت واسمع الصوت. شايفين القوام ازاي والصوت عامل ازاي؟ بصوا هو مستوي جدا من جوه، طري خالص ومستوي، يعني متقلقيش من اي حاجه، وطعمه فوق الخيال. الف هنا عليك. وانا وصلت لحد هنا معايا ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله اشوفك الحلقه الجايه على خير باذن الله. مع السلامه وفي رعايه الله.